انت عندك ايه؟ عنده برد ايه؟ ما تكسبناش قدام الراجل بقى، عيب. انا ما عنديش حاجه خالص يا عم. اقصد عندك ايه ماديا؟ ما هقول لك ما عندوش حاجه يا عم انت. يا اسطى استنى انت يا اسطى، حضرتك ممكن توضح لي اكتر؟ عندك شقه؟ لا. عندك عربيه؟ لا. امال العربيه دي بتاعت مين؟ ده انا مأجرها من معرض سيارات. طب عندك فلوس؟ لا. ما تقولش كده يا صاحبي، انا فلوسي كلها تحت رجلي. اوعى اسمعك بتقول كده تاني، طول ما انا جنبك جيبك مليان. بس يا نتن، ده انت عليك 15 جنيه حساب القهوه اللي شربناها في شبين الكوم في الكافيه. بس يا صاحبي ما تسيحناش قدام حمام. حما مين يا معفن انت وهو؟ ده انا على اخر الزمن اجوز بنتي لواحد صاحبي لابس سلسله. على فكره بقى يا حاج، ده مش صاحبي. امال مين ده؟ ده ابن صاحب معرض السيارات اللي انا مأجر منه العربيه دي. بقى انا ابن صاحب المعرض. طب على فكره بقى يا حاج، الواد ده متجوز ومخلف وانا ابنه. روحني بقى يا بابا، عايز اروح يا بابا. ازاي يعني يبقى كل ده ابن ده؟ عادي يا حاج، ما انت بنتك جامده واطول منك وما اتكلمناش. اتفوق عليكم يا زباله. تستنى بس يا حاج، كده يا عم طيرت العروسه مني. ما انت اللي استفزتني، اعمل لك ايه يعني؟ خلاص حصل خير. اجهز بقى بالليل عشان اوديك العروسه حاله ذوق. لا يا عم بلاش ذوقك والنبي، مش ناقصه قرف. هتكتر اكسر لك العربيه. وانت بقى تيجي معايا وانا بتقدم؟ مش عايزني؟ خلاص يا عم روح لوحدك. لا يا صاحبي انا ما اقدرش اروح في حته من غيرك. لا، رحت امبارح شربت عصير قصب الساعه 1 بالليل بعد حجز الكوره اللي انت رحته من غير ما تقول لي.